القصه ديالي بدات واحد النهار ملي مشيت نشري عند العطار نص كيلو ديال الصابون البلدي. كان الزمان نهار السبت، ما كاين لا قرايه لا خدمه، ولبست جليبيتي وانا نطرق العطار. لقيتو عامر وبقيت كنتسنى حتى مشاو الناس. عاد تجرأت نقول ليه الطلبيه ديالتي، حشمت نقول ليه نص كيلو ديال الصابون البلدي قدام الناس غادي يدوروا كاملين يبقاو يشوفوا فيا ويقولوا هذه لاش بغات نص كيلو ديال الصابون البلدي، حنا ما كندخلوش سوق راسنا وفينا التبرقيق. ايوا بقيت حتى مشاو الناس كاملين وانا نقول ليه السي عبد الكبير دير لي شي نص كيلو ديال الصابون البلدي، وهو يشوف فيا داك العبد الكبير وتخلع. قال لي شحال؟ قلت ليه نص كيلو ديال الصابون البلدي، ومعاه هو حيتاجني في الدرب ديالنا فاش كاين وداصر عليا. قال لي مالكي باغا تفتحي الحمام؟ ياك ما دار باك شي حمام فوق السطح ولا حليتو الصبا في داك الكراج اللي لتحت؟ وانا نقول ليه ويلي عبد الكبير عبر وسكت الله يهديك. قال لي الله يهديك نتيا مقديه نص كيلو ديال الصابون البلدي، الا كنتي بصح باك حل شي حمام جديد قولها لي نجمع لك واحد 30 نشطه، 4 ديال الورد وشي 30 كيس تبداي بيهم. وبقى كيضحك ها 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 ها، وانا ما رضيتش يقول لي بحال هكاك. وفعلا كانت نص كيلو ديال الصابون البلدي واحد الكميه اللي كثيره بزاف. قلت ليه با مسكين يلاه مكافي مع الشغل ومع الوقت ومع المصروف ينوض يبني حمام، واش يسحبك با هو الحاج تجمعتي؟ قال لي واش بغيتي قد هكا ديال الصابون البلدي؟ هي غتخدمي في تاكسالت، واخا كتقراي تبقاي تبروكولي في السبت والحد، ما الخدمه ما فيها عيب. ما بغاش يسكت داك عبد الكبير، شديت من عنده ديك الميكا قد له ساده ديال الصابون البلدي. خلصتو قلت لي عرفتي اش دير؟ لويها ليا في شي جورنال عاد ديرها في الميكا، راه مشوها والناس كلها عارفيني اش مقديه. قال لي لويها لك في شي جورنال مالكي شاريه اولويز، غير الصابون البلدي هذاك شكون اللي داها فيك؟ الناس كاع ما حاضين عباد الله اللي صايقين الطوموبيلات ب100 مليون يحضيك انت هزه وساده ديال الصابون البلدي. قلت ليه دير داكشي اللي قلت لك الله يرحم والديك، وهو هزها كلكمها في واحد الورقه ديال الجورنال ودارها ليا في الميكا وشديتها وزدت مع الطريق لدارنا. زدك هذاك حتى المكتبه، شريت واحد الدفتر ب60 ريال زدتو على داك الشيء ومشيت مع الطريق. صافي وانا ندخل للدار وحطيت ديك الطون ديال الصابون البلدي فوق الحيط ديال الصالون وحطيت داك الدفتر وانا نقول هدايا راسي شي حاجه نسيتها. احساسي ما خيبنيش وفعلا نسيت البرا ديال النقش. انا اصلا خرجت ومشيت عند العطار باش نشري الحاجه الاساسيه اللي هي البرا ديال النقش ديال الحنه، ومشيت رجعت في هذاك الطراجي ديال الطريق على وجه السرعه كنجرب ديك الجليبيه الغوزيه بحال ستروبيري شورت كيك، واحد الشعكوكه ما تمشطتش السيمانه ومعرياها بكل فخر ما كليفه الادغال. صافي وانا نرجع عنده واستعديت نفسيا لداك النقير ديالو داك الطنز ديال عبد الكبير. قال لي اش نسيتي؟ ياك ما جرى عليك باك من الدار ملي دخلتي عليه هذاك السطل ديال الصابون البلدي؟ قلت ليه دخل سوق راسك وعطيني واحد 2 براوات ديال النقش، وحده غليظه وحده رقيقه. قال لي صافي ما تليتيش غادي ديري الصبا ولا الحمام؟ ما بقيتيش غتبريكولي في الحمامات ديري كساله مره غتولي تنقشي للعيالات؟ هو ها كيدي معاك كريسي ودي واحد الدفتر ديال النقش، ولا عرفتاش ديري راه ما بقى حد كيدير الكتاب ديال النقش، ديري داكشي في الانستغرام ولا فيسبوك. وبقى كيضحك عليا. خلصتو شديت دوك 2 براوات ورجعت مع ديك الطريق زدك حتى وصلت لدارنا. لقيت با هز ديك الصاك ديال الصابون البلدي اللي شريت وكيتامل فيه وما فاهم والو. اش هاد الشيء؟ شكون اللي شرا هاد القنطار؟ اش غديروا به؟ اش كذا؟ قلت لها رب هذاك الصاك راه هذيك الميكا لهاد الجهه راه غير صاحبتي اللي شراتو نساتو عندي. قال لي علاش بغات صاحبتك هاد الشيء؟ قلت ليه لا با راه غير تسخرات لواحد الطيابه في الحمام كتديه وكتحطو تمايا وكتبقى دير درهم المعلقه وكترزق فيه الله يسهل على الجميع. قال لي امين ومشى. اخترعت هاد القصه باش نتهنى منه، با حتى هو اكثر من عبد الكبير العطار ما يسكت ما يدخل سوق راسو. شديت داك الدفتر ودخلته لواحد البيت وسديت عليا انا ودوك 2 براوات والدفتر وداك الصاك ديال الصابون البلدي، وشديت ديك البرا ديال النقش وكان عمرها بالصابون البلدي. حليت الدفتر ورسمت فيه واحد اليد وبديت كنقش نقش ونتعلم حتى يبان لي داكشي غير تخربيق بحال زقاق النمله
ونجمعو ونديرو تاني في البرا ونعاود نعاود 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 حتى بوقاتني ريحه الصابون البلدي. امي مسكينه هي اللي لاحت لي هذيك الفكره في راسي. كانت كتشوفني عزيز عليا النقيش ديال الحنه وكنبغي نتعلم، وكنشري الحنه والباكيه ديال الحنه غاليه ب6 دراهم ولا 7 دراهم، كتحني بها شويه وكتكمل ليك وخاصك عاوتاني تشريها. وحنا الحاله ضعيفه ما تسمحش ليا نشري الحنه بهذاك الثمن باش نتعلم بها وصافي. وهي تلوح لي امي هذه الفكره، قالت لي عاد اش ديري، شري الصابون البلدي غتنقشي به حتى تعياي وما غيصبغش في يديك ولا في رجليك ولا اللي بغيتي، وغتساليه وغتجمعيه من فوق الورقه ولا من فوق يديك وترديه وتنقشي به ثاني، ماشي بحال الحنه الا مشات تيبسات صافي كتغسليها وتلوحيها. عجبتني الفكره ديال امي، قلت لها امي كون قريتي كون راكي برلمانيه تبارك الله عليك امي. ايوا هي هذيك درت بنصيحتها، شريت داكشي اللي خصو يتشرى ومشيت دخلت للبيت كما قلت لكم وكنقش بداك الصابون البلدي ونعاود نعاود 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 حتى عادت فيا ريحه الكلسه ديال الحمام. ايوا بديت هذيك الصنيعه وهذيك الموهبه ديالتي كنسقلها اليوم غدا بعد غدا، اليوم غدا بعد غدا، فين ما بان ليا شي دفتر ولا شي ورقه ولا شي رجل ولا شي يد في الدار كنقشها. لدرجه با مسكين واحد النهار شديت يدي ونقشتها ليه غير بالصابون البلدي ماشي بالحنه باش ما تصبغش. المهم وليت كنعرف نشكل الدوائر والعريشات والازهار والورود وما الى ذلك من النقش. وزعمت وقلت غادي نستثمر واحد 6 ولا 7 دراهم ونشري الحنه ونخلطها ونبدا نقش لعباد الله، ولو نبدا غير البنيتات الصغار ديال الدرب دول كيقراو في التحضيري والثاني والروض، اما اللي كبير شويه محال يقبل على هذاك التخربيق اللي كندير. هذاك الشيء اللي درته ما كنتش من العاكزين، وكنت كنتسنى داك السبت والحد بفارغ الصبر حيت كنت كنقرا باش نمشي نشري الحنه وباش نتعلم. صافي ومشيت شريت الحنه ونقر عليا عبد الكبير ونقرت عليه وقلت لي ماشي سوقك اخر مره نشري عندك، وقال لي الا لقيتي بحالي غير سيري بدليني. دائما انا كنقول ليه ما عمري نعاود نشري عندك وكنرجع عنده كي الكلبه المدلوله، ما نقدرش نبدل واحد مسكين ظريف والكريدي وكذا وكذا. المهم جيت للدار صايبت ديك الحنينه درت ليها الدوليو دوزتها من الليبه باش ما تسحبش ليا وهكذا. ايوا المهم ضربت دوره في الدريبه فين ما لقيت شي بنيته صغيره شي برهوشه كتلعب نقول لها اجي عندي عشيه نقش لك يديك، بغيتي ندير لك نقيشه الحنه اجي عندي للدار. وهما كلهم ولاد دربنا وما كاش زعما شي حد اللي براني ولا شي حاجه. والبنيتات الصغار كيما عرفتوهم كتعجبهم الحنه والنقيش، غير كيسمعوا النقيش كيخرجوا عينيهم ويتحطوا فوق حنوكهم. اللي قلتها لها تحل عينيها وفمها ودنيها وتحل كاع تقابي وتبقى تشوف فيا وعجبها الحال. صافي درت لهم انا ديك الطعمه واستدرجتهم باش يجيو عندي للدار. وفعلا الخمسه هاد العشيه عمرت عليا ديك الدار بالبنيتات الصغار تقولي لينا والحضانه ونقولوا لك نعم. وصافي ديك الحنانه مخلطاها ومصايباها، والبنيات كانوا تقريبا شي 8، يعني كل بنت عندها 2 يدين، هي 16 يد اللي خاصني ننقشها. امي عاجبها الحال وقالت لي هكاك بنتي عافاك هكاك نبغيك تكوني لي ان شاء الله واحد النقاشه مشهوره وتبقاي تمشي تندي تنقشي للعيالات في العراسات وتمشي للقاعات وتعرفي وتربحي الفلوس. ايوا حطيت ديك الحنينه وهزيت ديك البرا عمرتها وقجقجوا عليا دوك البنيات واحد تقجقيجه ما بقيت عارفه راسي من رجليا. 8 البنات الصغار كيغوتوا حدا راسي، وبديت نقش هادي ونصايب لهادي ونقش لهادي ونصايب لهادي تنقشت لهم كاملين. ها اللي تشوطات بالدوليو، ها اللي كيحرقها، ها اللي كتبكي، ها اللي جلخات داكشي، ها اللي مسحت وجهها بالحنه، ها اللي جلختها مع السداري. حطوني في واحد الموقف لا احسد عليه، وكنبرد على راسي وكنقول النجاح ماشي ساهل، واللي بغى يدير شي حاجه ما كتجيش غير هكاك وكيحقق هذيك الحاجه. خاصني نبرد اعصابي ونصبر لهذا الشيء اللي كيطرا. اللي جلخات ديك الحنه واللي كتبكي واللي مشات غسلتها حيتاش حرقها الدوليو تجي تقول لي عاودي ليا، وبقيت نعاود لهادي ونصايب لهادي وتعصبت. والغوات في ديك الدار ويك 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 دوك البنات ما سكتوش بحال لا قصتي شي خاليه ديال النحل وهجموا عليك. صافي ملي ساليت داكشي كامل وطلع لي الدم ودوختني ريحه الدوليو، قلت لهم شوفوا اللي عندها شي دار تقصدها نقشنا لكم الحنه حنا لكم، اللي بات مع الدراري الصغار يصبح فاطر. يلا الدردبوا مع الدروج. وهما يهبطوا مع دوك الدروج كيبكي والخنونه مدليه بحال سالي وصحاباتها، وانا تابعهم بحال ديك الانسه من شين. انا هي ولات العقل زعما.
ايوا هما هابطين مع الدروج وبحل الباب وهو يطلع وتلاقى داك السرب ديال الاطفال الصغار. هو يقول لهم با اش هاد الشيء، واش داري هادي ولا النادي؟ قلت له لا با دارك هادي غير طلع. شكون هادو؟ صافي ما ديتهاش فيه وهبطوه معايا ومشاو انتشروا في داك الدرب مجلخين بالحنه وسديت بابي وطلعت. قال لي باش كاين اش ما كاين؟ قلت ليه والو غير البنات تاع الدرب جاو نقشت لهم الحنه. هو لقى ديك الروينه في الدار والسداد مجلخين والحمام عامر وكل شيء موسخ. قال لي اخر مره ديري هاد الشيء، الا بغيتي تنقشي لشي وحده ولا تعلمي عيطي لها وجلسي معاها في الدروج، ما تطلعيش للدار وانا اصلا كاع ما حملت ريحه الحنه وكذا وكذا. وبقى داك با بحال الا درتي ليه البريز ما سكتش. امي في الكوزينه مره تلوح ليه كلمه كتقول ليه خلي البنت تعلم، بغات غير تنقش ليهم، اللهم تلهى في هكاك ولا تلهى في شي حاجه اخرى خايبه. امي غير كتلوح ليه واحد الكلمه ويزيد هو يجعر ماشي كيسكت، عاد ما كيزيد تا 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 قال ما قال قلت ما قلت قال ما قال. داك با بحال درتي ليه الحجره ديوراسيل. امي كتخليه بالعاني حتى كيسكت ويتكالما وتلوح ليه كلمه عاوتاني. سبحان الله العظيم. صافي انا خرجت سلت من بيناتهم وخليتهم ناقرين، نساو كاع علاش كانوا كينقروا، نساو بلي راه هنا هي الموضوع. داز هذاك النهار مرور الكرام ومرت الايام وبقيت انا كل نهار كنتعلم الصابون البلدي. ونهار اللي كنبغي ندير التطبيق كندبر على شي بنيه في الدرب صغيره ونهز حنينتي ونمشي نقص ليها في دروجنا ولا في دروجهم. المهم داكشي ما فيه ما يتشاف، بحال الا شديتي شي نمله عمرتي ليها رجليها بالحنه وطلقتيها كتمشى، هذاك هو النقش ديالي. ولكن البنات الصغار ما كانوا كيدوا ما كيجيبوا، هما بغاو غير الحنه وصافي. سبحان الله العظيم. ايوا صافي طورت ومشيت شريت عاوتاني عند عبد الكبير واحد الباكيه ديال التسقلي، دوك القريعات صغيورين الحوجاله، شريت فيها السقلي الخضر وصافي وليت اللي نقش ليها نشتت عليها شويه ديال السقلي. وهذاك السقلي ما كيخليش داك العيب ديال الحنه يبان، كتولي غير تخربقي وديري تك 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 سقلي وها هي كتبان من بعيد. ايوا مشات الايام وجات الايام واستمرت الحياه بحال هكاك، وانا كنقرا من القرايه للدار دار القرايه ولقيت فاش نتلها. كنتعلم شي نهار غادي نتقن هاد النقش وشي نهار غنولي واحد النقاشه مشهوره. اللي ما نقش عندي راه ما دار والو في حياته، انا اللي غنولي نقش للعريس مازال ديال هاد الدرب. ايوا واحد النهار من الايام جات عندنا جارتنا اللي هي واحد الجاره مقربه بزاف لمي بحال اختها، وكنعرفها مني يلاه تزادي تحليت على عيني على هذيك السيده. كانت سميتها فاطمه، ولكن حنا كنا كنعيطوا لها خالتي في الطوش. ما عمرني ما عرفت بلي راه سميتها فاطمه حتى كبرت وشفت لاكارت ديالها وتصدمت صدمه عمري نهار اللي لقيت سميتها فاطمه. وانا عارفاها دائما في الطوش وكل شيء الدرب كيعرفها بخالتي في الطوش. سبحان الله العظيم. ايوا جات عندنا وجالسه مع امي شاربه معاها كويس ديالها تاي. لاباس كي دايره البنيه، كي دايرين الدراري، كي داير مولا دارك، كي داير مولا دارك نتيا اش كتعاودي كذا كذا. قالت لها امي راه كتنقاش راه كتعلم راه هذا وهذا. قالت لها حسن ليها النقش من القرايه، اش بدير بشي قرايه كاع تبقى تابعه 20 عام وهي كتقرا. المهم ديك الهضره ديال خالتي في الطوش وهي تقول لها واش كتعرف شويه. قالت لها تعلمت تبارك الله كل شيء، البنيات ديال الدرب كتنقش ليهم. الله يجيب غير شي واحد يعيط لها تنقش ليه في شي عرس ولا شي مناسبه ولا شي حاجه باش تبان. انا ماشي من العاكزين وانا نجيب الدفتر لخالتي في الطوش. قلت لها شوفي الابداعات ديالي بقيت هذه تنفع، هذه تضر، شوفي هذه راه درت الخليجي وهذا درت الصحراوي وهذا درت الخطفه وهذا درت الظل وهذا درت وهذا درت وهذا درت. وريتها كاع دوك النقيشات اللي تعلمت ليهم بالستيلو، ما وريتهاش بالبرا الصابون البلدي وبالحنه حيت راه غادي ترسمي الكره الارضيه كاع بالستيلو، ولكن البرا ديال النقش صعيب تحكمي فيها لما كنتيش نقاشه ماهره. وتحيه للنقاشات فين ما كانوا والصنايعيات والحريفيات وجميع النساء العالم. المهم هي هذيك خالتي في الطوش كتهضر بحال الا شافت الدق البرا فوق الذهب وكتشكر وتقول ما شكرتش. بيعتني واحد العجل عمري في حياتي ما تبيعته. داك التخربيق اللي شافت وداك زقاق النمله قالت لي هاد النقش عمرني ما شفت بحالو. هاد الشي زينه بنتي، زين بزاف تبارك الله عليك. وراه قال لك شكون اللي شكرك العروسه؟ امك وخالتك والطنازه ديال جارتك. وراه هذيك هي الطنازه ديال جارتي، غير هي مسكينه ما قالتهاش بهدف الطنز،
قالتها من قلبها. يمكن خالتي فطوش ما عمرها شافت شي نقش زين، هذاك هو اللي شافت. والدليل غنقول لكم علاش انها ما تنزرتش عليا وقصدت بصح تشكرني. المهم دازت واحد الشهر وهي تجي، السلام عليكم السلام، راه بنت خويا عندها الحنه. كيفاش؟ عندها الحنه ديالتها غادي تزوج كذا كذا، العقبالك بنتي. وقلت لهم والو، واش بنت خويا غادي نقش ليها شي حد ولا غيحط فيها يديه الا بنت جارتي؟ واحد النقاشه تبارك الله، حطيها على الجرح ويبرا. انا غير سمعت هذاك الشيء وانا نشوف فيها واحد الشوفه، حليت عينيا حتى تحطو فوق حنوكي. حليت عيني وحليت فمي وحليت ودني كنسمع اش كتقول، وحليت كاع التقابي اللي عندي وكنتصنت وكنتامل. كنقول اخيرا كتاب ليا نقطه البدايه في المسار المهني ديالي، اول كليان. بالفرحانه نقول لها واش خالتي فطوش كتهضري بصح؟ قالت لي على مولفه فيا الطنز. قلت لها لا، كلامك هو الكبير وما مولفينش فيك الطنز. قلت لها اقسم بالله الذي لا رب سواه، ايمان شد من عندها شي ريال ولا نتخلص. قالت لي والله. قلت لها والله انت والله ما انا. وتقولنا امي اسكتوا راه الحلوف فيه الذنوب. صافي حلفت بنتي هي الاولى، صافي خليها غتنقش لها. قالت لك فابور هي فابور. قلت لها ماشي غير هكاك، حتى البنيات الصغار اللي كاينين تما في العرس واهل العروسه وخواتات العروسه وبنات خالات العروسه وجارات العروسه غنقش ليهم. انا في هذيك الليله غنبقى معاكم في ديك الدار ديال نهار الحنه حتى يقول الفجر الله اكبر، وإلا ما كملتش غنكمل. قالت لي يا بنتي الله يعطيك وانت كذا والحمد لله وانت واحد البنت ظريفه بحال امك وبست لي راسي خالتي فطوش. قلت لها امتى؟ قالت لي السيمانه الجايه نجي عندك وتبعيني. قلت لها مشات. وهي هذيك استعديت انا لذاك النهار الموعود بحال شي نقاشه نيت بالشان والهمه والهيبه. داك النهار ما درتش يدي في الماء، ما غسلت الماعن، ما طيبت، ما تحركتش من بلاصتي. امي حتى هي زايده ليا في الفخرات. لا بنتي ما ديريش، اليوم بشويه عليك، اليوم راه عندك تيا النقش وعندك الخدمه وان شاء الله وكذا وكذا. جابا قال لي مال هادي منفوخه بحال بيبي. قلت لي ما منفوخه ما ولا با، اليوم راه عندي الخدمه. هاي قال لي غتمشي تنقشي لشي عروسه. قلت لي هي السيده عندها نهار الحنه وان شاء الله انا اللي غندير فيها يديا وانا اللي غنقش ليها. قال لي واش سير تيجريو عليك. صافي جاني نيشان، ما حملت كاع هذاك الشيء اللي قال لي. قالت لي امي مال فمك لحسو كلب، الفم اللي يقول الزمر يقول التمر. قول ليها الله يسهل عليك بنيتي، الله يرضي عليك كذا كذا. قال لها واش داك النقش اللي كدير دوك البنات الصغار اللي كنلقاها مره معاهم في الدروج، واش هذاك اللي غدير للعروسه؟ قالت لي علاه مالو كي جاك؟ قال لها والله يسخر. صافي بقيت انا جالسه لابسه جليلي بيتي وهازه السويك وخنافري في السما كنتسنى فوقاش تدق عليا الجاره. دقات عليا وانا نطير مع الدروج. قالت لي واش كلشي هو هذاك؟ قلت لها هو هذاك. هازه معايا براواتي والليبه باش نصفي الحنه وزليفه كلشي هازه. قالت لي لا واه هما غيشريو كلشي. قلت لها لا هادشي ديالي، البرا مولفها في يديا. قالت لي صافي. مشينا لقينا الحنه وداك الشيء وكبروا بيا وعطاوني اتاي والحلوه وجلست والعروسه لابسه واجده ودايره كلشي والناس هكواره والضحك وريحه الدجاج المحمر والتقاليد والاعراف. كلشي هو هذاك وكلشي زين، الناس فرحانين حتى غادي نجي انا نكدها عليهم. وصلت ديك العشيه نشرات لي ديك العروسه رجيلاتها. قلت لها نبداو لك بالرجلين. قالت لي هي نشرات الرجلين. انا قدت الحنه صايبتها وشديت ديك الزليفه لويت على سلوفان ودرتها واحد التقيبه منين نبدا نعمر. قلت لهم شوفوا هاد الحنه ديال العروسه حتى واحد ما يقرب ليها ولا يقيسها. قالت لي هذيك العروسه تبارك الله عليك كيعجبني هكا راكي حاضيه صواريك. قلت لها واش كاين اختي؟ ضروري العروسه راه كيسحروا لها في الحنه وكيديروا بها شحال من حاجه. اللهم اختي نقد بهاد المهنه اللي كندير فيا الدواوي بزاف والشفاوي والهضره، وكاع اللي فيه الشفاوي والدواوي والهضره عرفي الدرع ما كاينش، اما اللي بصح كينقش واعر كاع ما كيهضر. صافي قالت لي واش غتنقشي البنات كذا كذا. قلت لها هذوك بوحدهم غنصايب لهم حنتهم بوحدها، اما هذه خاصه بك نقش لك ونقاد لك ولا شاطت نعطيها لامك تلوحها ولا دبر راسها معاها. المهم ما يشوفها حد. هذه الحنه ديال العروسه شكون اللي غيسكتني بحال درتي ليا البريز دي قال ما قال قلت ما قلت قال ما قال شحفت.
شحفت قبل ما نبدا. ايوا نشرات لي دوك الرجيلات ديالها مقادين نقيقين، درت واحد لي زار وبديت يديا كيترعدوا، ما عرفت منين نبدا، وتحطيت في واحد الموقف وانا اصلا ما كنعرفش نقش مزيان، كنعرف نقش غير بالستيلو، وراه اي واحد كيعرف ينقش بالستيلو، وانا نبدا خربط 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 خربط، داكشي غير متناسق، واحد الورده لهيه والعريش ديالها هنا وبنانه لهيه وتفاحه هنا، وبقيت كندير ليها التربيه الفنيه بحال شي دري صغير اللي عطيتيه ستيلو ورقه، والخطوطه كيتقطعوا ليا والنقاطي شي كبيره شي صغيره، وبقات كتقول لي اش هادشي اختي، كنقول لها النقشه اختي، كتقول لي ما عجبنيش هادشي، مسحي هاد الورده، ومسكينه شاده ليا الخاطر، ونهز داك السيف ونمسح واحد الورده من هنا ونعاود نرسم الاخرى ونمسح واحده من لهيه ونمسح الاخرى، حتى ولاو رجليها كلهم مجلخين وصفرين بالحنه اللي تمسحات، وانا دايره لها الدوليو دغيا كتصبغ، طلع ليها الدم والعصاب. قالت لي اختي راه ما عجبتنيش بزاف. قلت لها لا اختي والله الا هذا هو احسن نقش كنديري بلاتي تصبغ، تسني بعدا تصبغ وندير لك البريوم من الفوق وندير لك السقل اللي نغربلو عليك وتشوفي الجمال. قالت لي ماشي مشكل، شوفي واش كتعرفي تنقشي اليدين. قلت لها يا اختي كنعرف نقش اليدين. قالت لي رجلي ماشي مشكل، غنلبس البلغه ولا اصلا ما غيبانوش في اللباس وداك الشيء، غير يدي عافاك. قالت لي ديري لي غير صبيع وما تكثريش بزاف. دارت معايا مزيان، واخا هذاك هو النهار ديالها وهي عروسه وخاصها تبان في ابها حله، وهكاك وصبرات عليا مسكينه. المهم كملت من دوك الرجلين بلا ما نكمل، وسمعت العيالات كيتغامزوا عليا وكيهضروا عليا، ويلي هاد النقش، ويلي هاد النقاشات ولات غير اللي هزات برات بغيت نقش، ويلي كذا ويلي كذا. شديت ديك اليدين ديال العروسه حطاتهم عليا فوق فخاضي، وبديت كنقش ندير لها زعما الصبع. كانوا يدياتها مقادين موجداهم صايبه الضفيرات ونقيقين وما دايرش ما فيهمش الزغب، وبديت نجر لهنا ونجر لهيه، ما بغاش يتقاد ليا الصبع، داكشي انا وما عجبنيش. يلا درت لها نص الصبع وهي تقول لي زكاي حبسي. قلت لها علاش غادي نحبس؟ قالت لي اختي هادشي راه ما عمري شفت انا بحال هاد النقش، امتى تعلمتي؟ قلت لها كيفاش امتى تعلمت؟ راه انا كنعرف وكندير وشريت الصابون البلدي وتناقر معايا عبد الكبير وقال لي واش عندكم الحمام، وبقيت كنعاود ليها هاد القصه. وملي عاودت لها هاد القصه حسات بيا بحال شي هبيله. قلت لي اختي نوضي عطيني باتساع، شحال كتسالي؟ قلت لها 100 درهم. قالت لي هي جاتك غير بعدي مني. قلت لها لا يحييك ولا يحيي الزمان، وانا كنقش وكذا وكذا، كيفاش بعدي مني؟ واصلا انا كنت غنقش لك فابور وكون ماشي خالتي في الطوش اللي قالت لي. كنقر وتعصبات هي وبقات كتبكي، وقالت لهم حيدوا عليا هادي الله يدير ليها. هو يجي خوها هزني من القب تاع الجلابه، قال لي كتنصبين الصابع على عباد الله، واش هذا النقش؟ انا اللي راجل ما فهمت والو في هذا الشيء اللي رسمتي، واش هادو الحدود ديال البنين ولا هذا الشيء؟ وهو يهزني من القب ديال الجلابه. قلت له انا مزوقه فيك اخويا بلاتي نجمع غير صاكي، وهز الصاكي باليد الاخرى وهزني وحطني في الدروج نيشان. قلت لها اش هذا ما هذا؟ قال لي يعطيني باتساع. جات خالتي في الطوش الله بنيتي كذا 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 كذا. جات امه العروسه كتناقر مع خالتي في الطوش، قالت لها واش هذه هي النقاشه؟ ضحكتي عليا، حشومه عليك، حنا ما بغيناش الفابور، بغينا النقاشه نخلصوها غير تكون مزيانه. ناض الصداع الروينه في داك النهار حنا ودردبت مع الدروج ما لبستش كاع صندالتي، لبست غير واحد الصنداله ديال الميكا ما عرفت ديال من يومنا هذا، مازال عندنا هذيك الصنداله ما عرفتهاش ديال من. صافي مشيت كنجري، شديت اقرب طاكسي بديك اخر 7 دراهم ولا 6 دراهم اللي كانت عندي، ومشيت مع الطريق. وصلت للدار طلعت نبكي 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 ونقول ما بكيتش، عين تبكي وعين ناشفه بالفقصه والعصاب. قالت لي امي اش كاين اش ما كاين؟ قلت لها العروسه ما عجبهاش النقش وقالت لي بعدي مني وكذا وكذا وكذا. امي مسكينه قالت لي ماشي مشكل، البديه هادي ودابا تعلمي، وحتى واحد ما تزاد معلم وكذا وكذا وكذا. جا با يلاه جا من الصلاه ديال العشاء، اش كاين مالك كتبكي عليا؟ واش عندي هنا الكنازه ولا اش كاين؟ قلت لي والو با اش كاين اش كاين اش كاين؟ قال لي عبرت عليك، واش داكشي اللي كديري؟ قال لي هو النقش ديال العرايس، غير غاديه مقدمه، عبرت عليك تستاهلي كتر، حمدي الله اللي ما تعتقلتيش. قال لي با الله وكون كنت انا هي العروسه اللي درتي لي هذاك الشيء حتى ندعيك. ما رضيتش ملي قال لي با هكاك، ونشفوا دوك الدموع بكثره الصدمه. وانا نوض غسلت وجهي وغسلت يديا. قالت لي واش نحط لك تاع الشاي؟ قلت لها ما عنده منين يدوز، ومشيت نعست.
حتى الصباح وجات خالتي في الطوش مع الصباح مسكينه، واش كاينه هذيك البنت وكلموها ليا وكذا وكذا. طلعت مسكينه وحذراتني وقالت لي انا اللي سببت لك هذا الشيء وكذا، بنت خويا وهادي 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 وهادي. حذرتني مسكينه، قلت لها عندك الحق خالتي في الطوش، راه مازال ما تعلمتش وماشي مشكل. وداز داكشي وكملت قرايتي وهكاك وتمسكت في هذاك الحلم، وبقيت نتعلم 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 حتى تعلمت مزيان. وكنحط في الفيسبوك وزعموا عليا البنات الكبارات ديال الدرب. ملي وليت كنقش مزيان، كنقش لمي مسكينه هي الوحيده اللي هزت ليا هبالي منذ البدايه. كنقش ليها التخربيق في يديها ورجليها وكتمشي مسكينه وكيبقاو يقولوا العيالات اش هاد النقش شكون اللي دار لك هاد الشوهه، وكتصبر وتسنى حتى طير لها الحنه من رجلها وبيديها، ونعاود عاوتاني نقش ليها ونعاود ونعاود نعاود حتى تعلمت مزيان. ولا النقش ديالي غزال كلشي الناس كيحماقوا عليه. دازت واحد 6 شهور تقريبا مورا ما بديت كنتعلم، وليت كنعرف مزيان. وصافي فوق ما كانت شي مناسبه ولا شي عرس ولا العيد ما كي دارنا ما كتخواش، ولاو كيجيو عندي البنات الكبار والعيالات ديال الدرب وكنقش ليهم. في الاول كنت كندير غير 5 دراهم، شويه 10 دراهم، شويه وليت كنقش ب 100 درهم 150 وحركت به الصرف. الصراحه لله الصنعه زوينه، الصنعه زوينه بزاف والحرفه زوينه. واخا كنت كنقرا وكنديباني به ويعاونني نقيش بزاف، حتى باش نقرا وباش نكمل قرايتي عاونني، والفضل ديالو كبير عليا. المهم الحمد لله كملت في هذاك الشيء وكملت قرايتي، وهادشي دازت عليه سنوات وخدمت وتوظفت وباقا كنقش. وما عمرني ما ننسى الفضل ديال النقش عليا، والفضل ديال امي اللي شجعتني وكانت هي الشخص الوحيد اللي كيصفق ليا في الوقت اللي كان كلشي كيضحك عليا. وهذه هي القصه ديالتي، واي وحده عندها حلم غير تبعو راه غادي تحققه، وحتى واحد ما كيتزاد معلم. وشكرا لكم على الاستماع.